لو حد هددك بصور او فيديوهات او بشات، فالفيديو ده مهم جدا ليكي. لازم تعملي الخطوات اللي هقولك عليها، والفيديو ده انا هشرح لك فيه انت ممكن تتعرضي لايه وازاي تحلي المشكله لو تعرضت لها لا قدر الله. الفيديو ده مهم جدا انه ينتشر، فارجوكوا ساعدوني انه ناس كتير تشوفه، يمكن بسببكم باذن الله ننقذ بنات كتير صغيره بتتعرض للابتزاز. وصغيره دي بالمعنى الحرفي صغيرين. انا بيجي لي بنات بتكلمني عندها 13 و14 سنه وبتتعرض للاسف للابتزاز. اول حاله للابتزاز ودي معروفه جدا، انك تكوني مرتبطه بشخص او بتتكلمي مع شخص وتبعتي له صور ليكي ويهددك بيها. الشخص ده اول ما يهددك انت لازم تحتفظي بكل شيء بيقوله لك، ما ينفعش تخافي، ما ينفعش تمسحي الشات. كل كلمه هو بيبعتها لك انت لازم تحتفظي بيها. احتفظنا بالشات، احتفظنا بسكرينات من الشات، واحتفظنا بالفويسات اللي هو بيهدد فيها. احتفظي بصورته، واوعي تنسي هو ساكن فين، لان ده هيسرع في القبض عليه لو انت قررتي تعملي معاه. بمجرد ما الشخص يبدا يهددك انت مش هتاخدي غير موقف واحد ناحيته، انك انت كمان تهدديه وهتقولي له انك هتعملي محضر بالابتزاز والتشهير، وانك معاكي كل بياناته وتقدري تحبسيه. وبمجرد ما هتقولي له كده بنسبه 80% هيخاف منك. طب لو هو من ال 20% الباقيه، هيعيش عليكي رجوله وهميه وهيقول لك انا مش هاممني حاجه وما بيهمنيش حد وعندي معارف تقيله في البلد. مهما كانت معارفه، لو انت تعرضتي للموقف ده الشخص ده هيتحبس. والموضوع ده ما فيهوش هزار، لان البراءه بتاعته بتبدا من 3 سنين وبتوصل لحد 10 و15 سنه كمان، غير التعويض المادي اللي انت هتاخديه لو حد هددك. وده في حاله ان الشخص اللي بيهددك ده انت على معرفه شخصيه بيه. الحاله الثانيه من الابتزاز الالكتروني ان يدخل لك رقم غريب ويبعت لك صور خاصه بيكي، وهنا بتبقى حركه شبه ذكيه من المبتز، لكن هو في الاساس غبي. لازم تعصري دماغك وتعرفي مين في دايرتك اللي حواليكي مسك تليفونك او الصور دي اتبعتت له، وبنسبه 95% هيطلع الشخص اللي بيهددك ده من جوه دايرتك اصلا. فالخطوه الصح اللي تاخديها وقتها انك برضه تحتفظي بكل شيء في الشات، وانك تحتفظي بالرقم اللي بيهددك بيه، وهتبداي تستدرجيه في الكلام لحد ما تعرفي هويته الحقيقيه، لانه غالبا يا هيطلب منك طلبات مخله يا اما هيطلب منك مقابل مادي. وحرفيا اللي هيطلب منك مقابل مادي ده هيبقى سلمك رقبته، لان قضيته اللي هتتعمل له ما بيبقاش فيها تصالح ولا تنازل. اي تهديد مصحوب بطلب بتبقى قضيه كبيره جدا. الحاله الثالثه اللي ممكن تتعرضي لها ان حد ياخد صورتك من على الفيسبوك او على انستجرام مثلا ويعملها بالذكاء الاصطناعي، ومجرد ما انت تشوفيها تترعب. في الحالات اللي زي دي ما ينفعش ابدا انك تخافي، والشخص اللي بيبعت لك حاجه زي كده انت مش هترد عليه غير الرد اللي احنا حافظينه. انا هعمل لك محضر في مباحث الانترنت، ولو راجل ما تقفلش اكونتاتك، وصدقيني مش هيطلع راجل في الاخر. ولازم تبقي فاهمه نقطه مهمه جدا، الشخص اللي بيهددك وبيقول لك انا هنشر صورك على الجروبات اصلا ما بتقبلش المحتوى العاري، فهو مجرد بيقول كده تخويف ليكي علشان انت تخضعي لطلباته. وطول ما انت ما غلطتيش اوعي تخافي منه وتردي عليه بقوه جدا وتقولي له انا مش هسيب حد. الحاله الاخيره اللي هقولها لكم ان الشخص يدخل يهددك من رقم مش مصري اصلا ومش باين ليه اي ملامح، وبيهددك تهديدات انت مش فاهمه هو بيهددك بايه. واحد بيقول لك انا اخترقت تليفونك ومعايا صور ليكي ومعايا ومعايا ومعايا، وانت تبداي في الرعب. بنسبة 99% الشخص ده معهوش أي حاجة ليكي، وكل كلامه اللي بيقوله لك ده في الهوا. طب لو لا قدر الله الشخص ده بعت لك حاجة ليكي فعلا وانت مش قادرة تحددي أو توصلي لهوية الشخص ده، كل اللي عليك إنك تعملي بلوك. لو انت عملتي بلوكات فهو عاوز يوصل لك انت شخصيا، هيفضل يتواصل معاكي من أرقام كتير، وكل ما يكلمك من رقم أو أكونت اعملي بلوك لحد ما تجمعي اكبر عدد من الارقام اللي هو ممكن يكلمك منهم، وفي النهايه هيبقى في رقم منهم يخصه، وساعتها هتقدري تعرفي هويته او مش هيتواصل معاكي تاني وهيزهق من تهديده ليكي. طب بعد ده كله لو لا قدر الله انت بالفعل تم التشهير بيكي واتنشر لك حاجات على النت فعلا، في منصه اسمها سبيك اب، وده الاكونت بتاعهم على انستجرام. هم موجودين على انستجرام وفيسبوك وفي كل حته على النت. تقدري تكلمي المنظمه دي، والمنظمه دي هتساعدك ان لو ليكي اكونت على تيك توك او فيسبوك او انستجرام او منصات كتير جدا، هم باذن الله يقدروا يحذفوه خلال 24 ساعه. يمكن اعلى بنت استنت معاهم استنت يومين او 3 ايام بحد اقصى، كان الاكونت اللي منشور عليه حاجاتها مقفول. ومنظمه سبيك اب دي مش بس بتمسح لك الاكونت، دي بتعمل لك بصمه رقميه على المحتوى بتاعك اصلا، وبيقدموا لك طلبات ان المحتوى بتاعك ما يتنشرش تاني. واهم حاجه في كل اللي انا قلته ده انك تخلي بالك من النقطه دي بالذات، اوعي تقعي ضحيه النصابين. لو حد بيهددك بصور او فيديوهات
اوعي تروحي لحد من اللي بيقولوا احنا نقدر نفرمط التليفون. انا عاوزك تسالي نفسك سؤال بسيط، هي شركات الاتصالات وشركات المحمول دفعوا مليارات في شركاتهم عشان يجي عيل صغير ملوش لازمه يقول لك انا اقدر افرمط التليفون؟ مش منطقي ومش طبيعي. ولو الكلام ده موجود فبيبقى موجود مع المنظمات الحكوميه في برامج بيدفع فيها ملايين الملايين. مش هيجي واحد يقول لك هاتي 2000 جنيه وانا فرمط لك تليفون. البرنامج المستخدم ده اساسا تكلفته تعدي المليون جنيه. فاياكي تقعي ضحيه الناس اللي يقولوا لك انا اقدر افرمط التليفون وامسح صورك، وخصوصا الناس اللي بتقول لك لازم تبعتي لي صورك عشان اقدر امسحها. اوعي تثقي في دول. اي حد يقول لك كده اعرفي انه نصاب، وان الشخص ده هياخد صورك وهيهددك انت شخصيا. والخطوات بتاعتهم ان هم بيقولوا لك لو انت بتتعرضي للابتزاز كلمينا واحنا نحل المشكله. فهم يكلموكي ويقولوا لك احنا نقدر نمسح الشات من عنده، نقدر نفرمط تليفونه، نقدر مش عارف ايه وبلا بلا بلا كتير. كل الكلام ده محدش يقدر يمسح حاجه من على تليفون حد. وانا بتحدى اي شخص من اللي بيقولوا كده في الفيديو ده، لو قدرت تعرف اخر مكالمه انا اتكلمتها وتجيب سكرين بس من تليفوني انا هدفع لك مليون جنيه. كل اللي يقول لك كده نصاب ولازم تبلغي عنه. اخر حاجه هقولها لك، لو انت اتعرضتي لاي حاجه من اللي ذكرناها في الفيديو وحاسه انك مش قادره تتصرفي، كل اللي عليكي انك تنسخي صفحتي على فيسبوك وتبعتي الرابط ده للشخص اللي بيبتزك. ومن قبل ما تكلميني هتقولي له كلمتين، لو ما بعتش عني انا هتكلم مع احمد الجرحي وهخليه يبلغ عنك على صفحته. وهو لو دخل صفحتي هيشوف كميه الناس اللي بلغنا عنهم واتقبض عليهم بالفعل بتهمه الابتزاز والتهديد، وبنسبه 50% هيسيبك في حالك. طب لو هو قال لي بقى انا مش هاممني حد وشتمني وشتمك، انت هتدخلي على صفحتي على الفيسبوك وتبعتي لي رساله وتبعتي لي البيانات اللي معاكي عنه، واهم حاجه سكرينات تهديدات. ولو بيهددك في التليفون ما ترديش تليفون، هيدخل يهددك على الواتساب تاخدي منه سكرين، وانا هقول لك على الخطوات اللي تاخديها بالظبط علشان الشخص ده يتحبس وتاخدي حقك منه. في النهايه ربنا يسترها علينا جميعا، كلنا معرضين للغلط وكلنا ممكن نغلط، بس المهم انك تبقي معترفه بغلطك. لو وقعتي ضحيه لحد وبعتي له صوره او فيديو ليكي لازم تفهمي انك غلطانه، وانك غلطانه غلط اكبر منه كمان، ولكن ده مش مبرر ان حد يهددك، والقانون واقف في صفك سواء انت بعتة بمزاجك او الشخص ده اجبرك انك تبعتي. لو وصلتوا معايا لاخر الفيديو فارجوكم كل اللي انا طالبه منكم انكم تعملوا لايك للفيديو ده وتعملوا شير، ولو تقدروا تعملوا متابعه علشان نتابع القضايا مع بعض فيشرفني متابعتكم لصفحتي. سلام.